الفيديو ده بعنوان لو عايز تنبسط وتبقى تمام جرب تاكل برجر لحم النعام. وده حصل لما رحنا مخصوص انا وعمرو لمدينه نصر في مكرم عبيد تحت كوبري عبد الرازق السنهوري امام جيم H2O علشان نجرب السماش برجر بلحم النعام في مطعم اندر ريتد برجر. وصلنا ولقينا المكان حوالين المطعم جميل جدا والقعده في الهواء الطلق هتبقى رايقه، ومن الشارع الخلفي كان في شباك لطلبات السيارات والتيكاوي. قعدنا ومسكت المنيو وقلت لعمرو انا اللي هطلب المره دي بقى يا عمرو علشان انا اللي مختار لك المكان وعيش معايا التجربه الجديده دي. اخدني الفضول وقلت اخش اصور في المطبخ علشان اشوف لحم النعام وهو بيستوي. بالمناسبه المطعم فتحه شباب صغير مجتهد وعملوا حاجه جديده ومختلفه، فهنشوف دلوقتي مع بعض هل يستحقوا التجربه ولا يجتهدوا اكتر ويعملوا حاجه احسن. وهنا برضو بيعملوا السماش برجر البيف والفرايد تشيكن برجر، فاحنا طلبنا 2 برجر بلحم النعام علشان كنا جايين مخصوص نجربه. بيتبلوا اللحمه بالملح والفلفل الاسود بس علشان طعم اللحمه ما يتوهش ويتغير من التوابل الكتير، وبيتزا كمان بلحم النعام. التجربه بالنسبه لنا وعمرو جديده نوفي، مش متوقعين طعم البرجر هيكون ازاي، فيا رب يطلع طعمه حلو ويظبط معانا. ريحه اللحمه وهي بتتشوي بشرتني شويه علشان كانت حلوه قوي. هنشوف دلوقتي مع بعض الكلام على ايه. الشيف كان عامل 4 شرايح، 2 للبرجر و2 للبيتزا. حمص العيش الاول بالزبده على الجريل وحط على شرايح برجر النعام بصل المكرمل وجبنه شيدر، والبيتزا عملها واداها 3/4 سوا كده وبعدين خرجها وحط عليها اللحمه والبصل المكرمل وهيرجع يدخلها الفرن تكمل تسويه. وبقى ده شكلها لما استوت وريحتها كمان كانت جمدان. هيجهز البرجر دلوقتي ويحط اول حاجه صوص تكساس والخس وبعدين قطعه اللحمه وعليها صوص الجبنه واخر حاجه شرايح الخيار المخلل، ويقفل بالعيش الفريش واللي كان باين من شكله انه رايق. وبرده البيتزا بعد ما استوت بيحط عليها تكساس صوص ويروقها. وبقت كل حاجه تمام وهنبدا دلوقتي نشوف الكلام وهنسمي وندوق علشان الكلام يروق. الاول البيتزا اللي سماش لحم النعام دي كان سعرها 125 جنيه. عمرو هيبدا باول مثلث بيتزا ويمسكه ويقول له اكلك منين يا بطه اكلك منين. قلت له يا عمرو دي نعامه مش بطه ركز. قال لي مش هتفرق معايا المهم ان ناكل. ولما ده اول قطمه قال البيتزا خفيفه وحلوه قوي وطعم اللحمه جديده وما دقتهاش قبل كده. قلت له بجد يا عمرو؟ قال لي اقسم بالله ما دقته قبل كده. قلت له خلاص مصدقينك يا عمرو. وطالما عمرو بياكل وهو رايق كده ومستمتع يبقى عرفنا رايه في البيتزا. وقبل ما اجرب انا البيتزا وصل ساندوتش البرجر، كان سعر الساندوتش سنجل ب 85 جنيه. عمرو متعود طبعا على الضغط على الساندوتش علشان يعترف ويطلع اللي جواه ويديها في النعام وبسم الله يدخل دخله تمام. ولما ده انتشر في وشه علامات الانبساط وبعدين قال لي انا مستمتع يا سندباد انا مستمتع، وقام داخل بالقطمه الثانيه وبدا يبلع بالبطاطس ويودي خالص واداهم لايكات كتير. وهخش انا بقى اسمي وادوق علشان الكلام يروق، وهبدا بالبيتزا علشان عمرو شوقني وشكل لحم النعام ده جامد. وسحبت اول مثلث. العجينه فعلا كانت خفيفه ورايقه واللحمه كانت كميتها مظبوطه مش قليله، بس ما زلت مستني ادوق الطعم. ها يا عمرو اودي. وبسم الله لما دقت انبهرت بطعم البيتزا عموما وطعم اللحمه خصوصا، وقلت له جمدان يا اسطى. وكملت على باقي المثلث علشان اعرف الانبساط. طعم اللحمه مميز قوي مش عارف الصراحه اوصفه، بس كان باين لي ميكس كده بين الفراخ الرومي واللحم البقري. مش عارف وصفته صح ولا غلط، بس هو طعمه حلو قوي وجديد بالنسبه لي. وعجينه البيتزا كانت خفيفه لدرجه ان الاطراف كمان كلتها ما سبتهاش. ولايكات كتير بقى للبيتزا. عمرو كمان كان عامل من بنها ومشغول بسرقه مثلثات البيتزا من كتر ما كانت عجباه قوي ومش عاوز يصورني. بعدين اقنعته يصورني الاول وهسيبه ياكل براحته واصور نفسي انا بقى مش مهم. هخش دلوقتي على البرجر. البطاطس اللي كانت مع الساندوتش باينه من قوامها ولون تسويتها انها مظبوطه وطعمها وتوابلها رايقين قوي، وكلت منها كتير علشان كانت جامده وانا اصلا بحب البطاطس. وبعدين هودي اول قطمه وكانت فوق المتوقع بشويه. خش عليا باصابع الجبنه بس لسه مش هسيب البرجر دلوقتي علشان طعمه كان بيشدني في كل قطمه اني اخد قطمه تانية. طعم اللحمه خطير قوي وكميه الصوصات مظبوطه برضو عليه وطعمها حلو مع البصل المكرمل ومش مغطين على طعم اللحمه وكل حاجه مظبوطه ظبط الظبط من الاخر. نشوف بقى اصابع الجبنه الموتزاريلا اللي شكلها برضو كانت مختلف. 5 اصابع مع الهاني ماستر صوص ب 40 جنيه. استنينا عليها شويه بس كانت لسه بتشد برضو. عجبت عمرو جدا بس ما عجبتنيش الصراحه لوحدها، واللي ما عجبنيش في اصابع الموتزاريلا طبقه البريدنج اللي بره، بس عجبت عمرو فهي اذواق طبعا. لكن مع الصوص كانت مظبوطه شويه علشان الصوصات هنا عموما كانت حلوه قوي. واخر حاجه بقى هنحلي ونعلي بالتوست الميكس شوكليت. عمرو شافه قال لي ايه ده؟ قلت له توست. قال لي توست على ايه؟ ها قلت له توست على نفسي وهاكلها. قال لي سيب الطلعه دي عليا لو سمحت. قلت له هدوق بس ما تقلقش انا ماليش في الحلوه قوي غير لما يكون حلوه قوي. خد يا سندباد الشوكه دي واشكرني. شكرا يا عمرو بس انا هاكل بايدي. ولما دقت التوست لقيت طعمه جامد موت. توست متحمص بالزبده ومحطوط عليه شوكليت ميكس، كان بالنسبه لي حلو قوي وعجبني خصوصا عمرو اللي عجبه اكتر مني واكلنا منه كتير. وفي النهايه حابب اقول لكم ان اندر ريتد برجر بيعمل سماش برجر بلحم النعام يستحق التجربه الصراحه. والبيتزا كمان كانت جمدان. كل حاجه هنا الشباب بيعملوها بحب وطالعه مظبوطه قوي، والمكونات اللي بيستخدموها محترمه وقيمتها كويسه مناسبه للاسعار اللي بيقدموها. والتجربه بالنسبه لي كلها كانت حلوه ومميزه وعمرو كمان كان مبسوط. وقررنا نيجي المطعم تاني علشان ناكل برجر بلحم النعام والمزاج يبقى تمام. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.